السلام عليكم. إسرائيل ضربت قطر. واحد هيقول لي طب أنت إيه فرحان؟ أنا فرحان إن إسرائيل ضربت قطر. قطر كانت فاكرة إن فلوسها هي اللي بتحميها، فلوسها هي اللي مستقوية بيها. لما جابت ترامب عاملة طبعا عندها أكبر قاعدة عسكرية، قاعدة العتيد العسكرية الأمريكية. ولما جابت ترامب وراح اداله تريليونات الدولارات المعلن عنها غير اللي مش معلن عنها، ودي معلومة. أيوة، في مليارات المليارات مش معلن عنها خدها ترامب لما راح قطر. وقطر افتكرت ان هي كده في امان الامان، ولا حد يقدر يمسها. قاعدة امريكية عندها. ترامب اللي هو المفروض اكذوبة ان هو اكبر دولة في العالم واكبر رئيس في العالم واعظم رئيس في العالم، ده اللي هو بيقوله على نفسه، وهو اساسا مجرم. ففكرت ان كده خلاص، كده انا في الامان، كده انا مستقوية مفيش حد يستقوى بالفلوس يا جماعة. الفلوس مش امان، الفلوس مش امان. ونفس ترامب ده اللي طلع لما كان في الولايه اللي فاتت، لما طلع قال ان الملك سلمان ما يقدرش يطلع من المطار بطيارته غير باذني. قال كده. ولا السعوديه تقدر تحتمي او امان بفلوسها، ولا قطر تقدر. بس احنا نفهم من الموضوع ده ايه بقى؟ معلش، واحنا نتكلم بقى بصراحه، ان كل الدول العربيه بقت مرتع للإسرائيليين. ما بقاش يهمها حد. تضرب قطر، تضرب إيران، ما بقاش يهمها حد. وتحت مسمى إيه؟ قيادات حماس. أصلها كانت، طب بقول لك إيه؟ طب ما قيادات حماس بتجتمع في تركيا، تقدر تضرب تركيا؟ ما تقدرش. البلاد ما بيحميهاش غير جيشها الوطني زي مصر. أيوه، اختلف أو اتفق، مصر اللي حاميها جيش وطني قوي، جيش وطني قوي، رجال بيخافوا على البلد، رجال عندها. بقول لك ايه، اطلع كده قول انا هعمل تعبئه عامه، هتلاقي اكتر من 10 مليون شاب رايحين عشان يحاربوا. 10 مليون واكتر من 10 مليون. احنا بندافع عن وطن، انما اسرائيل دول شويه مرتزقه، وعارفين ان هم محتلين، هم عارفين كشعب كمان، عشان كده مش عايش في امان. مرتزقه، والامريكان مرتزقه. احنا هنضحك على بعض. واحد هيقول لي طب وهي مصر تقدر تخش حرب؟ تقدر تخش حرب، ليه لا؟ وتنتصر زي ما انتصرنا في 73. هو احنا لما انتصرنا في 73 وقعدنا نتقدم 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 لغايه ما الامريكان قالوا بس، ونزلوا الدبابات بالجسر الجوي؟ تسمع خطاب السادات، قال لك انا كنت داخل لغايه ما لقيت نفسي هحارب امريكا. فساعتها ما كانش ينفع، ساعتها ما كانش ينفع. دلوقتي والله تحارب اسرائيل وتحارب امريكا وتحارب الدنيا كلها عشان خاطر بلدك وعشان خاطر وطنك. الفلوس يا قطر يا سعوديه يا امارات ما بتحميش الدول. الفلوس ما بتحميش الدول، الفلوس بتضعف الدول. ايوه، ترامب لما راح لكم خد فلوس قد كده على قلب امه. هو خد الفلوس عشان عارف ان انتوا ناس ضعيفه، هو مستقوي عليكم. فطلعت يا راجل، ده قطر عندها اكبر قاعده والصواريخ طالعه من اسرائيل. المفروض ان القاعده دي اول حاجه تصد الصواريخ. مفيش حد عمل حاجه، دي موافقه امريكيه اسرائيليه، موافقه اضرب. مفيش حد كبير على اسرائيل الا مصر، في الدول العربيه الا مصر. قسما بالله بيترعبوا مننا. وعلى فكره، هما الفتره اللي فاتت في شويه تحرشات كده وبتاع، بس احنا اكبر من كده بكتير. احنا لو ضربنا هنضرب، مش هتقوم لكم قومه. وانا بحيي ايران، بحيي ايران. ايران اول ما ضربت. هي دي البلاد، هي دي البلاد. اول ما ضربتني بصواريخ ردت لك صواريخ. انما بتاع قطر طالع يقول لك هنرد في الوقت المناسب. يا عم اتلهي، اتلهي.
ده ترامب بيضحك عليكم بيقول لك انا عنفت نتنياهو على اللي هو عمله وانت مصدقه. ما هو انت ما قدامكش الا انك تصدقه. وبعد جاي دلوقتي تطلع تقول لك ايه، هنعمل قمه عربيه مشتركه عشان نشجب وندين ونستنكر. كتخيبه، كتخيبه. نشجب وندين ونستنكر. هي ايران كانت شجبت وادانت لما ضربت على طول، نزلتهم من المخابئ، نزلتهم من المخابئ وكانوا بيصوتوا، وكان فاضل لهم فتره بسيطه ويشيلوا نتنياهو ده خالص عشان بيتهموا ان هو السبب. هي دي البلاد، هي دي الدول، هي دي الدول المحميه بجيشها، محميه برجالها المخلصين. لما تقول لي فلوس مش هتحميك يا راجل. ده اول واحد راح عشان يواسي امير تميم كان بتاع الامارات، اللي من يومين ثلاثه لما حصلت ضرب النار في اسرائيل وموتوا 12 اسرائيلي، اول واحد طلع قال لك ده عمل ارهابي وما ينفعش. يا راجل يا خسيس، ده عمل ارهابي واللي هم بيعملوه في غزه ايه؟ مش عمل ارهابي يا خسيس؟ ايوه خسيس. مصر قويه بجيشها، عايز الناس تطمن، المصريين يطمنوا. احنا عايشين في بلد فيها رجال بيخافوا على وطنهم، رجال بيخافوا على ارضهم. طمن، احنا عايشين في حمى ربنا الاول وفي حمى رجال الجيش الوطنيين. اما الفلوس، عندنا مشاكل اقتصاديه كتير جدا وبنشتكي. وانا شخصيا لو حضرتك راجعت الفيديوهات بتاعتي ده انا اطلع بنتقد الحكومه وبشتم واقول يا جماعه حرام عليكم وفي فساد ومش عارفين نعيش وممسكين الحراميه مناصب كبيره، بنقول كل حاجه. بس لما تيجي للجد وتبقى قضيه الامن القومي، احنا كلنا رجل واحد، كلنا رجل واحد، ندافع عن الارض وندافع عن الوطن. احنا كمصريين بندافع عن الارض وبندافع عن الوطن. عندنا ازمات مفيش مشكله. اديك شفت اللي معاهم فلوس مش حامياهم، اللي معاه فلوس ملايين المليارات الفلوس اللي انا ما اعرفش اقولها، يعني ما اعرفش اذكر كام، مش حامياهم وبيتضربوا وبيتهانوا وبيتمسح بيهم الارض ولا بيعرفوا يعملوا حاجه. افتخر بالجيش المصري، افتخر بالرجال المصريين، افتخر بكونك رجل مصري. السلام عليكم ورحمه الله.